اهلا وسهلا، مساء النور عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده وفي احسن الاحوال. المهمات ديالي خوتي خواتاتي، الله ينور طريقكم ويسهل امركم ويعطيكم داكشي اللي كتمنيتو في خاطركم يا ربي امين. الله يشفي كل مريض والله يرحم جميع موتى المسلمين. وكنبغي خوتي نقدم تعازي الحاره للشعب الجزائري كامل في الوليدات اللي ماتوا في دار الايتام. عزاؤنا واحد اخوتي، لاننا فعلا ماشي شعبين اللي هما جيران، حنا راه شعب واحد تقريبا، كنتقاسموا نفس التقاليد، نفس اللهجه تقريبا، نفس بزاف ديال الحوايج ما غاديش يمحيهم حتى شي واحد من هاد الدنيا. شي حوايج كنتقاسموا مع الشعب الجزائري ما غادي يمحيهم حتى شي واحد، وما غيمحيهمش الفتنه ديال السوشيال ميديا ولا السياسه ولا اي حاجه. فتعازينا الحاره لكم. بالمناسبه كنبغي نقول لهم واحد الدعاء من القلب الخالص ديالي. اللهم إنهم لم يجدوا في الدنيا حضنا يبدد خوفهم، فاجعل رحمتك لهم حضنا لا ينتهي. اللهم إن كانوا قد ناموا على وجع في آخر لحظاتهم، فأيقظهم في جنات النعيم آمنين مطمئنين بين الأنهار والظلال، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لهم وارحمهم برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين. يا رب تجعلهم طيور من طيور الجنة يا رب. يا رب تشفي الناس اللي مرض، والناس اللي وقع لهم حوادث بسبب هاد الحريق. حنا عارفين اخوتي الحريق وجع الحريق كيفاش داير. يا رب يخففها لدوك الناس اللي مرض، ويا رب يشافي هاد الوليدات، هاد الطيور من طيور الجنه يا رب. يا رب تشافيهم. واحد المقوله كتقال في مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما كنعاود نقراها كنحس بواحد الاحساس ما غنعرفش نوصفه، واللي هي عاشوا محرومين وماتوا محروقين. والله عرفتي كنقراها. المهم اخوتي، تعازينا الحر للشعب الجزائري وتعازينا وحده كما قلت، أعزاؤنا واحد. خوتي غندخلوا للموضوع. الموضوع الرائج على اليوتيوب في هاد الأيام هذه هو اعتقال معشوقة الطبخ اللي هي معشوقة. البارح خوتي كان عندها تقديم وتم المتابعة ديالها في حالة اعتقال. كيف مشى خوتي؟ باش نهضروا بواقعيه خوتي بدون نفاق، والله ما غنهضر بنفاق، غنهضر من قلبي الخالص. معشوقة فاتت الحدود ديال الانتقاد وديال التحليل وديال الكلام. انا ماشي كنضرب في معشوقه دابا ولا غنستغل لانها ما كايناش في اليوتيوب او لا راه هي في حاله اعتقال وغنجي نهضر. لا لا لا، غنهضر معاها، غنهضر بكل صراحه. الكلام اللي قالته معشوقه ماشي كلام عادي، ماشي انتقاد، ماشي تحليل، ماشي نقد، ما عنده علاقه نهائيا بهذا الشيء. الكلام اخطر، كلمات استعملوا اخطر بكثير ما تقدريش تسمعيهم ما بالك كتقولهم. يعني ماشي ظلما، باش نحيد واحد المفهوم ديال الناس دابا اللي باغا كتقول وغي معشوقه وغي حقره ولا وغير. باش نكونوا واقعيين، هذه صراحه ما نقصوش من الفعل اللي دارت معشوقه، حيت لا نقصها منه غنوليو ندخلو اجي نشوفوا شنو قالت نعيمه. الا كان هادشي كامل اللي قالته معشوقه غي، اذا نعيمه شنو؟ نعيمه قالت والو. اذا داك الحروبات اللي تشنات على نعيمه تشنات بالباطل. الا كانت اليوم معشوقه تم يعني حقروا عليها. الا غنقولوا حقروا اليوم على معشوقه، اذا نعيمه طيحوا عليها الباطل. باش نكونوا واقعيين اخوتي، حنا امي نعيمه راه ما قالتش ولو 0.0000001% من داكشي اللي قالته معشوقه. راه كاين فرق كبير. ومع ذلك امي نعيمه خرجت اعتذرت، ومع ذلك حنا كنقولوا للناس غلطات امي نعيمه، ولا اني صافي تعلمات واعتذرت وعطات وعد للمغاربه ان ما عمرها غادي تكمل ورجعت للور. حنا الا كانت امي ناعمه راه لا مجال للمقارنه ما بين كلمه وحده قالتها معشوقه مع الكلام اللي قالته امي ناعمه، واللي كتحاسب عليه امي ناعمه، واللي مازال كتحاسب عليه، واللي مازال غتحاسب عليه، واللي ما بغاوش يحبسوا عليها. ولكن نتو كتهضروا اليوم وبقات فيكم معشوقه من الناحيه الانسانيه. انا ما عرفت شنو باش ما نحكمش بالغلط، ما عرفت وما كرهتش والله العلي العظيم الا كنقولها بكل صراحه. ما كرهتش نتناقش معكم، كنتو كتعرفوا تناقشوا ونطلع معكم منصه ونناقش معكم. اذا نتوما اليوم تحركت فيكم ضره ديال الانسان، ما عرفتش واش ضره الانسانيه ولا خايفين على راسكم من لان قال لك اخوتي معشوقه اعترفات على ان الناس كتحرضها، على من اعترفات وشكون هما هاد الناس، والقضيه فيها الخبره على الهواتف ديالها
اذا غيعرفوا شكون الناس اللي كانت كتصل بمعشوقه. ميساج الا جا المعشوقه فيه قولي راه غيمشيو. يعني ما عرفتش انا شكون اللي خلاكم تضامنوا مع معشوقه اليوم. انا ما غنهضرش على واحد ولا جوج ولا ثلاثه، انا كنهضر اون جينيرال. ما عرفتش شكون اللي خلاكم تضامنوا مع معشوقه. واش خايفين على راسكم؟ واش تحركت فيكم الانسانيه اللي ما كايناش فيكم نهائيا؟ علاش تما قلتي لهم ما كايناش فيكم الانسانيه؟ لانكم كانت فيكم ذره الانسانيه. الى معشوقه اليوم بالاغلاط الكارثيه اللي كانت كدير والكلام الكارثي والباطل اللي كانت كتقول والسبان والمعيور وداك داك الخطوره ديال الكلام اللي كانت كتقول، كيبان لكم اليوم انه لا شيء مثلا، لا وغير معشوقه وغير مسكينه مريضه. راه داك شويه ديال الهضره اللي قالتها امي نعيمه حتى هي راه غير مريضه، حتى هي انسانه مريضه، حتى هي انسانه عندها مرض عندها الاعصاب. خلاتها امي نعيمه الاعصاب في الراس، عندها الاعصاب في الراس وعندها السكر، ومراه مروا عليها ضغوطات، ومراه اميه ما كتعرفش شنو غادي نقول على راسها. مشات لي الكلمه خوتي، ما كتعرفش تاثر راسها. شو حنا في حياتنا خوتي، حنا في حياتنا عندنا شي فاش اللي كان عندك سوء التأطير راه صافي مشيتي فيها خلا، لا في قراراتك ولا في تصرفاتك ولا في طريقتك في معالجة المشاكل ولا في طريقتك في المعاملة مع المشاكل. راه التأطير النفسي والتأطير ديال الناس اللي دايرين بك راه هو كلشي في الحياة. علاش ما قلتوش لمي ناعمة انها عندها سوء التأطير لنفسها؟ واحد الانسانة امية ما كتعرفش الخطورة ديال الكلام اللي كتقولوا في مواقع التواصل الاجتماعي. علاش ما قلتوش هذاك منعم راه تضرب في الرجولة ديالو، كان استفزاز ليه اللي خلاه يقول الكلام اللي هو اليوم كيخلص عليه؟ علاش ما تحركتش فيكم الانسانيه تجاه هاد العائله وتجاه غير دوك الوليدات الصغار؟ غتبقات فيكم معشوقه اللي بقات فينا كاملين اخوتي، ولا ما بقاتش فينا راه حنا يهود باش نهضروا في الواقع اخوتي. انا فاش غنقول بقات فيا معشوقه وما نبغيلهاش داكشي راه ما كنقولش انها ما دايراش، لا، القانون ما كيظلم حتى شي واحد، وحنا في احكام ونعمو كنقولوا القانون ما كيظلم حتى شي واحد. وتحياتنا للقضاء المغربي النزيه. وتحركات فينا الانسانيه تجاه معشوقه، لان فعلا كتبقى مغربيه منا كيف ما تحركت الانسانيه تجاه منعمه وعائلتها وبقاو فينا داكشي اللي كان كيمر منهم. وانا كنشوف اغلاطهم، الله اكبر كبير على الحق. خوتي سالي الاذان ونرجع معكم. كما قلت لكم انا كنشوفوا اغلاطهم راه ما كتشابهش الاغلاط اللي مازال كنشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي. كنا كنشوفوا حمله من الجمعيات، من الصحفيين، من حقوقيين كيف ما قلت، من جمعيات، من ناس ديال القانون كيحاربوا التفاهه، كيحاربوا هاد الانحطاط وهذا الشيء اللي كيضر بالمجتمع ديالنا وبالقيم ديالنا. ما بقيناش كنشوفوا الناس كيتهضروا على القيم. شفنا هذا الشيء تهضر غير على امي نعيمه وعائلتها وليداتها. شفنا المعامله اللي تعاملت بها امي نعيمه ومن عائلتها من طرف صحفيين، كانها ما عرفت اشنو دايره في البلاد، كانها الله يستر. واخا شكو كانت امي نعيمه ضره بلادنا وضره حكومتنا وضره ما عرفت اشنو في بلادنا، ما يتعاملوش معها بدوك المعامله. وهذا الشيء حاضرين عليه وعاقلين عليه، وهذا الشيء بكانه انا داك بكانه تحامل والحقره وداكشي اللي تعرضت له امي نعيمه وعائلتها، ومع العلم انها ما دايره والو 0.000 اجزاء من المئة من داكشي اللي دايره دابا معشوقه. وماشي غير معشوقه، ما غاديش نكبوا حنا الاخطاء غير على معشوقه، بزاف وكثر من المعشوقه كاينين، كثر من المعشوقه. واش كنشوفوهم دابا باقا شي حرب؟ يا كنتو كتحاربوا التفاهه، فينا هي هاد محاربه التفاهه؟ وشفناكم حبستوا، شفنا جمعيات حبسوا فوقاش كيبانوا حتى كتبان شي قنبله كتنفجر في شي بلاصه اللي هي اقل خطوره من هادشي اللي كنشوفوا حنايا صباحا مساء عاد كنشوفوكم. ودابا قال لك الناس اللي حشومه راه من باب الانسانيه بقات فيهم معشوقه. شكون هما هاد الناس هادو؟ هما نفسهم اللي دايرين شكايات بايخه، غادي نقولها شكايه بايخه ديال قالت هذيك الاخرى، قال لك راه فلان قال لك، فهمتوا؟ شكايه ديال القال والقال. الناس اللي شاركوا الطعام مع امي ناعمه
والناس اللي بكات عليهم أمي نعيمه ورغبات عليهم أمي نعيمه وكانت كتشكر فيهم أمي نعيمه صباحا مساء، واللي ما عندها كانت أمي نعيمه عندها معاهم حتى شي مشكل، ما ضربت لهم في عرضهم، ما ضربت لهم في عرض عائلاتهم، ما طيحت عليهم باطل، ما قالت لهم حتى حاجه، دايرين بها شكايات. علاش اخوتي حقره؟ دابا هاد الناس هادو اللي ما تضرروش من أمي نعيمه نهائيا كيعطيو الموعظه للناس اللي تضرروا من معشوقه على اساس انها مسكينه كتبقى غيمره على ديك أمي نعيمه. ماشي غيمره، معشوقه بنت بلادنا، اولا بنت بلادي، ولو تكون، وغنهضر بالانسانيه اللي هضرتني بها أمي نعيمه، ولو تكون ما عرفت اشنو دايره غنقول غلطه، ولكن غتبقى فيا. هاد الكلمه ديال غتبقى فيا ما غنأثرش بها نهائيا على الضحايا، حيت كل واحد كيجيب حقه كيف ما بان له هو، لانه متضرر، وحتى شي واحد ما غيفهم الاخر دقه الضرر اللي عايش به. لكن من باب الانسانيه ديالنا غادي تقول راه بقات فيا وما تستاهلش. علاش اخوتي ما تستاهلش؟ ما تستاهلش داكشي اللي دارته هي في راسها، لانها هي اللي ادات راسها اكثر ما ادات الناس الضحايا اللي مادين منها، باش نكونوا واقعيين. وهي ضحيه نفسها، ضحيه الطمع ديالها، ضحيه ما غنقولش قلة الشي، لان ابدا واش قلة الشي كتخلي الانسان يمشي يرتكب جرائم في الناس ويرتكب جريمه في راسه، واللي هي انه يبقى غادي بنفسه الهاويه. هو عارف راسو بداك الطريق اللي غادي فيها راها الهاويه، باش نكونوا واقعيين. معشوقه عندها ضحايا دابا اللي باغيين حقهم ومن حقهم، عندهم الحق الكامل انهم يجيبوا حقهم، لان مادام الانسان مشى للقانون ما مشاش عاوتاني عاود الفعل بالمثل ديالو، مش انسان مشى للقانون، فاي مواطن عنده الحق الكامل على انه يمشي يدير الشكايه ديالو مادام انه متضرر. لكن كاينه ضحيه وحده اخرى ديال المعشوقه اللي هي معشوقه نفسها. علاش اخوتي؟ لسوء التأطير. الانسان اللي ما عندوش اللي يأطرو، فاش كنقولوا يأطرو راه ماشي غادي يديه يمشي سيني كونطرا في شركات ولا لا لا لا. فاش كنقولوا أطرو كتلقى ناس دايرين بيك كيأطروك. ما معنى كيأطروك؟ كيقولوا لك فلان قراطي، احبس حد هنا، قلتي غير كلمه وانا عندي نعمه احمد الله عليها واشكره. صراحه كنحمد الله ونشكره اللي ربي دار لي في طريقي ناس الحمد لله كما قلت لكم عرفتهم غير في اليوتيوب، ما عرفتهمش في الواقع، عرفتهم في المواقع والحمد لله. فاش كيعيط لك الانسان يقول لك عافاك بنتي، عندك تقول ديك الكلمه، عندك درتي واحد الهذا، عندك هادي اختي، عندك هادي، وهاد الناس غنقولهم اخوتي في العالم وغادي نقولهم بصوت عالي. منهم خالتي نعيمه الفضل ليها كبير. كتعيط في التليفون عندك بنتي، ما تقوليش تهضر عندك بنتي، ما تهضرش على هذا الموضوع، خليكي هدا، خليكي غير في هادي عندك بنتي، لا ديك الكلمه ما تقوليهاش. الاخ عبدو السلاوي، لاله سعيده عمران، ايمان باري، امين فلوغ، خالتي فاطمه، ريمال، الناس اللي كتواصل معايا في الخاص. هاد الناس هادو اش غنقول لكم، ناس اللي فعلا فاش كتعرف راسك دايرين بيك ناس كيبغيو لك مصلحتك، هما الناس اللي كيقول لك لا ما تغلطيش، انا كبر منك، عندي تجربه، لا كبر من لا في السن، لا في الحياه، لا في اليوتيوب، لا انا اكثر منك في التجربه في اليوتيوب، ما ديك الكلمه ما تقوليهاش، هذيك الحاجه ما تخطيهاش، هذيك الخطوه ما ديريهاش، هذا الموضوع ما تهضريش عليه، الله يرضي عليك. هنا هذا هو التأطير. فاش كتلقى ناس كتأطرك وناس كدير لك هي الحدود، واخا انا عاقله الحمد لله، راني راشده، ماشي راني قاصر باش غادي مثلا غنكون مع، لا عارفه، ولكن انت ديك الهضره ديال الناس اللي دايرين بيك. وهنا فاش غادي نرجع لواحد الكلام كنت كنقوله، شتان بين وبين، راه كاين فرق كبير ما بين الناس اللي كتدافع على أمي نعيمه والناس اللي ضد أمي نعيمه. ماما سمحوا لي اخوتي، قلت لكم شتان بين وبين. ها فاش كنا كنقول لكم حنا فاش كنخرجوا نهضروا على موضوع ما كنتحرضوش على بعضياتنا، وما كنحرضوش بعضياتنا، وما كنبغيوش لبعضياتنا الهلاك، وما كنبغيوش نشوفوا بعضياتنا في الحفر وفي الزوبيات، وما كنبغيوش نسمعوا على بعضياتنا كلام خايب. الحمد لله الا ما هضرناش مع بعضياتنا ونهينا بعضنا ما كنحرضوش بعضياتنا ونقولوا بالعكس
عندنا حدود لبعضياتنا والحمد لله، حمدت ربي وشكرته. ها علاش كنقول الناس كيقول لك نتوما ما كتخافوش الله، كتضربوا وكتهضروا. لا لا لا، الحمد لله خايفين الله وعارفين الحدود ديالنا. داكشي علاش فاش غتدخل المجموعه ديالنا ما غتلقاش هادشي اللي كتشوف دابا. فعندي سؤال اخر اخوتي، واللي هو علاش هاد الناس اللي خرجت كتضامن مع معشوقه دابا واللي كتقولك انا كنت غادي انا غنصيفط الفلوس للمعشوقه، انا غنعاون المعشوقه، علاش ما صيفطوش الفلوس للمعشوقه بدون مقابل؟ من شحال هادي مستحش انها تكون ضد طرف او لا تكون مع طرف. وكيف ما قلت في السؤال الاول، ان واش تضامنكم مع معشوقه كان من باب الانسانيه، واللي انا هاد الشيء كان ما كنستبعدو نهائيا، لان الانسانيه كانت غتكون مع امي ناعمه مع دوك الوليدات الصغار اولا، ولا من باب الخوف مثلا. كذلك الفلوس غيتصيفطوا من باب الانسانيه ولا كخدمه من باب الخوف. انا كنقول وهذا تساؤل عندي الحق انني نتسائلو. خوتي خواتاتي، خليو لي الاراء ديالكم والتعاليق ديالكم على هذا الموضوع هذا. الله يجازيكم بالخير، دعمونا خوتي الفيديو، انا مزاوقه فيكم، راه القناه راه اني اغرق. دعمونا الفيديو بخاصيه سوبر تانكس، الله يجازيكم كل الخير، واللي يقدر اكيد على انه يدعم الفيديو بخاصيه سوبر تانكس. ودعمونا الفيديو باللايكات والتعاليق والمشاهده ديالكم. الله يدير شي تاويل ديال الخير يا ربي الحبيب، والله ياخذ الحق في الظالمين وياخذ الحق في الناس اللي كتظلم الناس والناس اللي كتستغل ضعف الناس باش تلبي الرغبات المريضه ديالها. هادشي اللي غادي نقول انا في حق معشوقه. الله ياخذ الحق في الناس اللي كتستغل الحاجه ديال الناس، ولو ان الحاجه لا تبرر الافعال ديال الانسان اللي كيأذي بهم انسان اخر. كاينين ناس مساكن ملاقين ما ياكلوا ومكمشين وساكتين، وكاينين الناس اللي عايشين حياتهم عادي وكيمشيو يسرقوا وكيمشيو ينهبوا وكيمشيو ينصبوا وكيمشيو يديروا القمر وكيمشيو يرتكبوا مناتف كبرى وهما قادرين انهم يعيشوا مستورين. يعني لا مجال للتبرير في قضيه ان الانسان كتدفع الانسان انه يدير شي حوايج خايبين خارجين على مبدا الانسانيه. خوتي خواتاتي، كما قلت لكم اخوتي، نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي. خليو لي التعاليق ديالكم، الاراء ديالكم، ما تنساوش الدعم اخوتي. الله يجازيكم كل خير.